سلام حبيباتي، واش راكم لا ان شاء الله كما تكونوا معايا كما راكم تشوفوا غاليتي. اليوم جبت لكم وصفه الحريره اللي من البنات. اليوم جبت لكم بنه رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. البنات هذه الحريره تجي كيما تاع العرس، تجي بزاف بنينه. اليوم جبت لكم الحريره الوهرانيه. نبداو بسم الله في المقادير. ما تنسوش البنات صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هنا عندي صدر دجاج، عندي زوج حبات بصل، زوج سنينات ثوم، زوج حبات طماطم يكونوا كبار، زوج حبات جزر يكونوا كبار، زروديه كما نقولوا حنا في الجزائر. ونسحقوا لي زيبيس وبوكيغاني. هذا باش نسحقوا. هنا البنات في القدره درت مورسو تاع صدر دجاج هكذا، درت معاه زوج حبات بصل كبار مقطعين هكذا كبار، مع زوج فصات ثوم، زوج حبات طماطم هكذا مقطعين، زوج حبات زروديه، بوكيغاني متكون من قزبر وكرفس ونعناع. وهنايا درت هنايا لاباديان اللي هي نجمة الارض. درت ملعقة طماطم مصبرة وتوابل. واش درنا؟ درت هنا في الاسود، درت سكنجبير، درت الكروية، ودرت العكري، ودرت قزبر مطحون. هنا درت الكركم، ودرت توابل الخاصة بالحريرة. هذا واش درت البنات. ودرت فلفل اسود. نعاود لكم التوابل: سكنجبير، فلفل اسود، كرويه، حاجه ضروريه كرويه، العكري، والقزبر المطحون، وتوابل خاصه بالحريره. ومن بعد هنايا بعد ما تقلت لي شويه خلطها هكذا شويه، ومن بعد نخليها تتقلى على نار هادئه. خلوها من الافضل تتقلى. انا نقص لها النار ونخليها تتقلى. درت ملعقه صغيره ملح هذا مكان باسكو راني حندير جامبو دجاج. بعد ما تقلات لي البنات انا واحد نص ساعه وهي تتقلى عليه، درت هذا كيب تاع جامبو دجاج. نحاول نيفيتيه جامبو دجاج باسكو ماشي مليح، سيدي كونسيي برك كي ندير الحريره ندير غير كيب واحد فقط. ومن بعد نمرق بالماء يكون سخون، نغلق عليها ونخلي هذيك الخضره حتى تطيب. واحد النص ساعه تكون طابت. هذا مكان هنايا نوقع التيشه. هنا عندي تيشه تاع المرمز، عندي ملعقه كبيره تيشه تاع المرمز، درت معاها ماء يكون مغلي وخليتها تنقع لو طون لي طيب الحريره. وهنا نوجدو باش نعقدوا الحريره. درت ملعقه كبيره مملوءه تاع فرينه، قليل من الماء. درت هنايا ملعقه تكون كبيره تاع كرويه، ودرت قليل من السكنجبير. وراني نخلط هكذا ما تشوفوا، نخلط هكذا ونخليه اكوتي حتى طيب الحريره. نديرو الافان. هنا البنات كي طابت لي الحريره، انا كي طيب لي توجور الحريره واش نديرلها؟ نصف فيها باش نحي كاش عظم ولا تاع دجاج ولا نحيه. ميم هذيك لاباديان نحيها. لاباديان هي نجمة الارض. نجمة الارض دلكم الحريره بزاف بنينه. هنا نحيت هذاك المورسو تاع الدجاج كيما هنا في هذه المرحله. هذاك المورسو تاع الدجاج تقدري ديريه ومن بعد تنحيه ديري به حاجه واحده اخرى. باغ ديري به بوريك، ديري به ليكيش. كيما انا ديت نصو درتو في الحريره، نصف الاخر درت به لي فولوفون. درت كريم فرomاج وخلطت معها هذاك الدجاج. هنا البنات بعد ما صفيتها نحيت الدجاج، نحيت هذيك لاباديان، عاودت رجعت هذاك المرق في القدره. درت هذيك الملعقه تاع التيشه اللي تكون نقعناها عفوا، ونحطها فوق النار طيب هذيك التيشه. ومن بعد هنايا طحنت هذاك الخضره وخلطتها مع الخليط الاول هكذا. بعد تعاودوا ترجعوها فوق النار، تخلوها واحد 10 دقائق على نار هاديه. بعد ما تغلي لكم تنقصوا لها النار وتخلوا هذيك التيشه طيب واحد 10 دقائق تكون طابت لكم. البنات هذه الحريره اللي درتها لكم هذه الحريره الوهرانيه البنات. ومن بعد درت هذاك الخليط تاع بعد 10 دقائق درت هذاك الخليط البنات. تخلطوا هكذا، تخلوه يغلي الغليه زوج غليات وطفوا عليه النار. هذاك الدجاج حكمته وقطعته هكذا دي بتي مورسو ودرته مع الحريره.
تقدروا الحليله ديروها غير بالكركسه تاع الدجاج. باغ عندك سرده نحيتي منها الدجاج، هذيك الكركسه ديري بها زيدي لها غير الجونفو تجي بزاف بنينه. وهنا درت خليط بين قزبر ونعناع وخليتها غلات غير ليا وحده وطفيت عليها النار. هذه هي النتيجه في النهايه. ولا عجبتكم الوصفه غالياتي ما تنسونيش كومونتير شباب كيما نتوما ولايك للفيديو اشتراك في القناه ولا كنتم ما كنتوش مشتركين في القناه. في الوصفه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.